ازيكم؟ ربنا لما خلقنا خلق لكل واحد فينا هدف. كل ميسر لما خلق له. يعني اي حد فينا ربنا خلقه عشان ليه حاجة معينة هو بيأديها، حاجة معينة هو بيقدر يعملها او بيقدر ان هو او دور معين بيلعبه. الدور ده هو المفروض يلعبه، مفيش حد تاني ممكن يلعبه بداله. ناس كده بتيجي تتكلم معايا تقول لي طب احنا نعرف الحكاية دي ازاي؟ او ناس بتيجي تقول لي انا مش حاسه ان انا ليا هدف او ليا ميزه في الحياه، او في مش عارفه انا موجود ليه في الدنيا. في الفيديك تراديشن اللي هي الفلسفه الهنديه القديمه بيتكلموا عن البيربس اوف لايف او الهدف من الحياه بشكل معين. بيقولوا ان في اسئله معينه المفروض الواحد يسالها لنفسه عشان يعرف ايه الهدف من حياته. اول سؤال هو ايه الحاجه اللي الواحد بيعملها لما بيعملها بيلوس تراك اوف تايم، بيحس ان الوقت بيعدي وهو مش واخد باله. حاجه انت بتعملها وبتحس ان انت وانت بتعملها ناسي نفسك، الوقت ما يبقاش شايفه، ما تبقاش دايما مركز معاه. حاجه انت بتعملها وبتحس ان انت يلوس تراك اوف تايم. الحاجه التانية او السؤال التاني اللي بيسالوه هو ايه الحاجه اللي انت لما بتعملها بتحس انك تعبان، طبعا بالمقارنه بالحاجات التانية. ايه الحاجه اللي انت ممكن لما بتكون عايز او بتكون بتعملها بتحس ان انت عندك نشاط ويور فيري اكسايتد وحاسس ان انت عايز اعمل وعايز مش يعني عندك كده حماس وانت بتعملها. السؤال الثالث ايه الحاجه اللي انت لما بتعملها بتحس ان انت انسبايرد، بتحس ان انت عندك الهام، بتحس ان انت في حاجه فيك متغيره، بتحس ان انت على طول في نوع من انواع في افكار جديده بتجيلك، في طرق جديده، في حاجات بتحس ان انت بتطلع من جواك لوحدك، حاجات بتحس ان هي على طول حاجات زي ما تكون في حد، يعني شخص تاني جواك بيعبر عن الحاجات دي، او زي ما يكون الشخص ده منطلق وقادر ان هو يعبر عن نفسه. الحاجه الغير كده ايه الحاجه اللي انت، او اسال نفسك ايه الحاجه اللي انت لو الفلوس مش مهمه بالنسبه لك هتعملها برضو. يعني لو الفلوس بالنسبه لك مش هي حاجه اساسيه، مش هي حاجه، او لو انت في بقك اتولدت في بقك معلقه ذهب هتعملها. انت مش بتعملها عشان الفلوس، بتعملها عشان خاطر انت حاسس ان انت عايز تعملها. لما تسال نفسك الاسئله دي هتلاقي ان غالبا في حاجات معينه انت، يعني الليسته دي او الاسئله دي هتصغر الليسته بتاعتك، عشان هتلاقي في النهايه في حاجتين ثلاثة، ممكن حاجة واحدة هي اللي تحس ان انت الحاجة دي لما بتعملها بتحس بفيه اختلاف في حياتك او الشغل ده لما بتعمله او الهواية دي. لان من حكمة ربنا ان هو خلق لنا او ادانا فكرة عن الهواية. كل هواية عندنا احنا بنعملها وبنحبها دي ممكن تبقى بوينتر، ممكن تبقى حاجة بتشاور لنا على حاجة المفروض نعملها في حياتنا، نوعية العمل المفروض نعمله في حياتنا، نوعية الإضافة، نوعية الدور المفروض نلعبه في حياتنا. طيب عشان نعمل الكلام ده مهم قوي ان احنا نعرف ان الحاجة دي مفيش فيها الايجو بتاع ان الدكتور احسن من المهندس والمهندس احسن من المزارع والمزارع احسن من الطباخ والطباخ احسن. الفكرة ان كل واحد فينا ربنا ما ينفعش كلنا نبقى دكاترة، ولا ينفع كلنا نبقى مدرسين، ولا ينفع كلنا نبقى سياسيين، ولا ينفع كلنا نبقى لاعبي كورة. فطبعا للأسف احنا شايفين ان في وظائف او حاجات معينة او ادوار معينة الناس تلعبها في حياتهم اهم من ادوار تانية. بس مش كل واحد فينا المفروض يبقى كل حاجة، مش كل واحد فينا المفروض يبقى كذا. مش عشان دلوقتي الناس شايفة مثلا ان المحامي دي شغلة كويسة فالناس كلها لازم تطلع محاميين، لا. هو الحقيقة ان في ناس مؤهلة تطلع محاميين، وناس المفروض ان هم يطلعوا رسامين، وناس المفروض يطلعوا لعيبة كورة، وناس المفروض ان هم يطلعوا طباخين، وشخص ممكن المفروض ان هو يطلع عامل نظافة، رغم ان نظرة الناس لعامل النظافة ممكن تبقى نظرة اقل من نظرتهم للدكتور او الكوتش او الثيرابيست او وات ايفر. الفكرة كلها ان كل الوظائف مهمة، وعشان انت تعرف الهدف من حياتك عامل ازاي، او ايه الشغلانة المفروض تشتغلها، او ايه الدور تلعبه في الحياة، مهم قوي ان انت تتخلى عن الايجو بتاعك اللي بيقولك ان ده احسن من ده والمفروض انك ما تعملش كده والمفروض انك تعمل كده and so on.
جزء تاني مهم قوي في الموضوع هو ان الهدف من الحياة مش شرط ان هو يجي مرة واحدة. يعني انت ممكن حياتك دي، او في الغالب حياتك دي هتبقى عبارة عن حاجات بتركب فوق بعضها. فممكن دلوقتي وانت عندك 15 سنة تبقى انت بتحب حاجة، والحاجة دي توديك لحتة تانية وانت عندك 20، والحتة التانية دي توديك لحتة تانية 30، وانت عندك 50 توصل للحاجة المفروض انك توصل لها او تأدي فيها او الدور الافضل ليك في حياتك. فعشان كده الموضوع مش موضوع سباق، ومش موضوع لازم حاجة لازم احققها ولازم اطلع اجري وراها. الفكرة ان انت محتاج انك تبص جوه نفسك وتشوف ايه الحاجات اللي انت من جواك مؤهل ليها، الحاجات اللي انت بتحبها، الحاجات اللي ممكن الاسئله اللي انا سالتها في اول الفيديو ده تقدر تجاوب عليها بتلاقي الحاجات دي بتشاور عليها. لو انت عرفت الكلام ده غالبا هتكون سعيد في حياتك. وعشان ربنا خلقك عشان الموضوع ده، او خلقك عشان تأدي الدور ده في الدنيا، هتلاقي ان دايما ربنا بيساعدك. ليه؟ لان ده الدور بتاعك. فلو انا ربنا خلقني عشان العب الدور ده في الدنيا، اوتوماتيكلي هتلاقي ان في بيسموها support of nature، ان ربنا دايما هيديك المساعدة او هيديك الاساليب او هيوفق لك الاسباب اللي تخليك قادر تروح في الدايركشن ده او في الاتجاه ده. بس مهم قوي ان انت عشان تعرف الكلام ده لازم تكون انت صادق مع نفسك، وتكون من جواك حاسس او الاسئله دي هتوريك الحاجه اللي انت ممكن تبقى الدور المفروض تلعبه في حياتك بشكل احسن. وطبعا عشان زي ما قلت، عشان تلعب الدور ده محتاج انك تتخلى عن الايجو بتاعك اللي بيقول لك ان ده احسن من ده، وان في شغلانه دي احسن من الشغلانه دي، وان الدور ده احسن من الدور ده، وان كل الناس المفروض انها تعمل حاجات معينه. في ناس مش المفروض ان هي مش دورها ان هي تشتغل شغل معين او تخلص تعليمها. مش شرط يكون الناس كلها المفروض تخلص تعليمها. في ناس ممكن يكون التعليم بتاعها تعليم متوسط، بس عشان هم الهدف من حياتهم التعليم اللي اكتر من كده ما بيخدموش. مش كل الناس المفروض انها تكون معاها دكتوراه، ولا كل الناس المفروض تكون معاها ماجستير، ولا كل الناس المفروض ان هي الفكره ان كلنا مختلفين، والاختلاف ده حاجه مهمه جدا ولازم نقدرها. وطول ما احنا قادرين ان احنا نتعامل مع الاختلاف ونعرف ان كل شخص الدور بتاعه ده مهم. لو البلد كلها بقت دكاتره مفيش حد هيبني عمارات، ولو البلد كلها بقت مهندسين مفيش حد هيعالج، ولو البلد كلها بقت سباكين مفيش حد هيقدر ان هو يعمل ترابيزات وكنب الناس تقعد عليه وسراير الناس تنام عليها. كل واحد فينا ليه دور مهم، بس الفكرة ان انت تقرب من الحاجة دي وتصدق احساسك اللي جواك عشان تقدر توصل للحاجة اللي انت عايزها. شكرا.